في مصر أيضا احتشد متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة فيما يسمونه جمعة الإنذار الأخير، وذلك للتعبير عن رفضهم لطريقة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر. يطالب المتظاهرون رئيس الوزراء عصام شرف بالمشاركة في التظاهرة وبنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ حيث يعالج إلى سجن طرة استعدادا لتقديمه إلى المحاكمة. مراسلنا من القاهرة توفيق أحمد نقل لنا جزء. في ميدان التحرير كثير من القوى والحركات السياسية والشعبية توافقت على مواصلة حركة الاحتجاج السلمي، لكن ليس هناك رؤية واضحة للتصعيد السلمي المحتمل في حالة لم يتم تلبية مطالب المتظاهرين. مطالب تلخصت في 3 كلمات فقط: سياسية واقتصادية واجتماعية. للحديث أكثر عن هذه المطالب معنا الآن بعض المتظاهرين، نرحب بهم في الBBC. أهلا بكم. بداية، ما هي مطالبكم؟ مطالبنا تحقيق مطالب الثورة كاملة، محاكمة رؤوس النظام محاكمة علنية وشفافة. ثانيا، محاكمة فلول النظام. ثالثا، تطهير. رابعا، عودة حقوق الشهداء التي لم تصلهم إلى الآن، ونحن معتصمون بالميدان ولن نفك الاعتصام إلا بتحقيق مطالب الثورة. شكرا لك. متظاهر آخر، لماذا أنت اليوم موجود هنا؟ والله أنا جاي أقول صوتي، والمعادلة بسيطة. يعني أنا بقول المعادلة بسيطة خالص، حققوا لنا مطالبنا وإحنا نخلو الميدان وكل حاجة هترجع زي ما هي كانت. ما حققتوناش مطالبنا هنفضلوا معتصمين وهنفضلوا قاعدين نتظاهر لحد ما تحققوا المطالب. شكرا لكم جميعا. إذن هذه هي مطالب المتظاهرين بخلاف مطالب اقتصادية واجتماعية أخرى، عدالة اجتماعية وما إلى ذلك. لكن خارج ميدان التحرير جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي لم يشارك اليوم في ميدان التحرير، على ما يبدو لإعطاء فرصة لحكومة شرف والمجلس العسكري لتنفيذ مطالب المتظاهرين. إذن كان هذا جزء من حدث القاهرة اليوم والتظاهرات في القاهرة اليوم، نقلها لنا في وقت سابق مراسلنا هناك توفيق أحمد. الآن ينقل لنا جزء آخر ولكن على الهواء مباشرة. أهلا بك توفيق من جديد معنا. أترك لك الصوت والصورة لتتابع ما كنت تخبرنا به عن حيثيات هذا اليوم في القاهرة. نعم، منذ قليل توجهت مسيرة من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، وذلك للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء. أيضا الأعداد ربما قلت إلى حد بسيط في ميدان التحرير بعدما شهد عقب صلاة الجمعة ربما الآلاف الذين تواجدوا في ميدان التحرير. المطالب طبعا كما ذكرنا من قبل تختلف باختلاف القوى والحركات والائتلافات الشبابية المختلفة الموجودة في ميدان التحرير، لكنها كلها تصب في مطالب الثورة التي كانت منذ حوالي 5 أشهر عندما نجحت الثورة في الإطاحة بالنظام الفائت والرئيس محمد حسني مبارك. الآن في ميدان التحرير الصورة كما كانت أيام الثورة وإبان الثورة. اللجان الشعبية موجودة عند منافذ ومداخل الميدان، هناك عمليات تفتيش من وقت لآخر تتم، هناك حماس زائدة بالرغم من حرقة الشمس والدرجة العالية التي أعقبت صلاة الجمعة، إلا أن هذا لم يمنع الآلاف من التواجد في ميدان التحرير. وهناك اعتصامات وخيم في وسط الميدان في الحديقة التي أصبحت الآن بها خيم فقط ولا يوجد فيها زرع كما كان من قبل. لكن معنا الآن أحد المتظاهرين وهو السيد لطفي الزلباني من ائتلاف الثوار المستقلين. أهلا بكم في الBBC. ما هي مطالبكم اليوم؟ على المنصة يتناوب العديد من الشخصيات المتظاهرين وغير ذلك، هل تلخص لنا هذه المطالب؟ مطالبنا هي إقالة وزير العدل. ثانيا، لأن وزير العدل لغاية وقتنا هذا لم يحاكم أحد، مش عارف هل هو تأثير من المجلس العسكري أم من. ثانيا، نطالب بتطهير الإعلام المصري من الفاسدين. ثالثا، استقلال القضاء المصري وتطهيره من جميع الفاسدين في مصر. رابعا، استقلال الأزهر الشريف واستقلاله عن الدولة.
حتى يستطيع المفتي أن يفتي بقراره وليس بتأثير من الجهة السيادية. لكن هل ترى جدوى في هذه المطالب؟ يعني نحن الآن على بعد 5 أشهر أو ربما أكثر من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. هل ترى جدوى من هذه الاعتصامات والمظاهرات وهذه المطالبات؟ الحمد لله والشكر لله. احنا لما قفلنا المجمع كان ليه تأثير كبير جدا على المجلس العسكري، وبرضه فتحنا المجمع من أجل شعب مصر. يعني كان احنا هدفنا أساسا الأساسي هو صالح الشعب المصري. كل مطالبنا كلها مشروعة. المجلس العسكري ليه، وانا قلتها مرة واثنين وثلاثة على جميع الإذاعات كلها والتلفزيونات، لماذا لم ينفذ المجلس العسكري مطالب الثورة المصرية؟ هل هذه مطالبنا غير مشروعة، ولا هو لم يرى مطالب الثورة المصرية وهي وضع دستور جديد للبلاد، إقالة المحافظين طيب على العموم يعني حتى لا نطيل في حديث هذه النقطة، هناك تعهدات من قبل الحكومة بحركة محافظين جدد وتطهير الشرطة وما إلى ذلك وكما رأينا جميعا، لكن السؤال كيف تفرقون بين المجلس العسكري والجيش الذي ينزل إلى الشارع؟ يا أستاذ العزيز، الجيش المصري ده جيشنا، متكون من أخويا وأخوك وأبويا وأهلي وناسي، إنما المجلس العسكري هو الجهة السيادية التي تحكم مصر الآن بعد حسني مبارك المخلوع. لذلك تصبون يعني جم غضبكم عليه. طيب الاعتصامات الموجودة الآن في ميدان التحرير، ما هي الخطوة القادمة من قبلكم بعد هذا اليوم وبعد انتهائه؟ إذا لم يتم تنفيذ جميع مطالب الثورة المصرية وهي تطهير البلاد من الفاسدين ومن الحاكمين الذين يحكمون في مصر لغاية الآن وهم عصابة الحزب الوطني بأكمله، طلبنا من القضاء المصري. ماذا ستفعلون سريعا؟ يا أستاذ العزيز، طلبنا من القضاء المصري بتطهير وطني وعدم ممارستهم لمدة 10 سنوات، فأثر عليهم المجلس العسكري ولم ينفذ الطلب الثالث. ماذا ستفعلون؟ سيكون هناك تصعيد إن شاء الله. إخواتنا كل يوم بينضموا لنا، والثوار المصريين معتصمون في ميدان التحرير من أجل تنفيذ مطالبهم. شكرا للسيد لطفي الزلباني وهو من ائتلاف الثوار المستقلين كان معنا، وهذه هي الصورة في ميدان التحرير، ربما تتغير من وقت لآخر لكن حتى هذه اللحظة هذه هي الصورة. شكرا جزيلا لك توفيق أحمد مراسل BBC من القاهرة، والشكر موصول لضيفك أيضا. وأصيب 20 آخرون بينهم عدد من النساء في انفجار سيارة مفخخة استهدفت زوار شيعة شمالي مدينة كربلاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي قوله إن الانفجار وقع داخل مرآب للسيارات والتي تقل الزوار القادمين إلى كربلاء. للمعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسل BBC لطفي حبيب. ما تفاصيل هذا الانفجار لطفي؟ نعم، لابد قبل الحديث عما جرى اليوم من الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من المسلمين الشيعة يتوجهون هذه الأيام إلى مدينة كربلاء والتي تبعد 100 كيلومتر جنوب مدينة بغداد لإحياء ما يسمونه بالزيارة الشعبانية، وهي مولد الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، وهي إحدى الزيارات الثلاث المهمة لديهم. ما حدث اليوم أن انفجارين حدثا على التعاقب بعد الظهر على حدود مدينة كربلاء عند نقطة السيطرة الرئيسية والمعروفة بسيطرة عون، والتي تبعد حوالي 30 كيلومتر شمال المدينة. النقطة التي تتوقف عندها العجلات والمركبات ولا يسمح لها بالدخول أكثر من ذلك إلى المدينة لتجنب الهجمات التي يمكن أن توقع خسائر أكبر. وقع الانفجار الأول والذي سببته سيارة مفخخة في ساحة لوقوف السيارات، وبعده بقليل حدث الانفجار الثاني في مكان لا يبعد كثيرا عن مكان الانفجار الأول. وهذا التكتيك أصبح هو السائد في الهجمات التي تحدث في العراق، حيث يعقب الانفجار الأول انفجار ثاني ليحصد أرواح من يأتي لمساعدة ضحايا الانفجار الأول.
طيب ولكن لطفي، هل هناك أي إجراءات أمنية بما أن هذه المناسبة دينية ومهمة بالنسبة لشيعة العراق وهم الغالبية؟ هل هناك إجراءات أمنية تم اتخاذها يعني على وجه السرعة احتياطا من احتمال أي تفجير آخر قد يستهدف زوار كربلاء؟ عادة ما يستهدف الزائرون في مثل هذه الأيام وهم في العادة أهداف سهلة،